نعم. هل فعلا هناك علاقات بين الإمارات وإسرائيل؟ بلا شك يعني هناك علاقات انكشفت، وعلاقات يعني مستورة، سواء على المستوى التجاري أو على المستوى الأمني أو على المستوى يعني السياسي. ومؤخرا الإمارات أرادت أن تغطي يعني هذا الأمر أو تكشفه، ولكن كشف يعني متدرج عبر يعني قبول عضوية إسرائيل وحضور عضو من إسرائيل في وكالة الطاقة الدولية. كون الإمارات أصبحت هي مقر لوكالة الطاقة الدولية، فتحت هذا العذر قالوا يعني هذه وكالة دولية لا تحكم لنا نحن فيها، فليحضر المندوب الإسرائيلي. وهذا ليست أول مرة. هناك نقاشات على مستوى يعني استراتيجي تتحدث عن مستقبل المنطقة ومستقبل الصراع في المنطقة والعلاقات الدولية إلى آخره. أيضا درجة الإمارات أن تدعو من إسرائيل من الكيان الصهيوني من يحضر يعني مثل هذه اللقاءات. التجارة البينية أو التجارة، خاصة تجارة الماس التي يعني معلوم أن تجارة الماس من جنوب أفريقيا إلى دبي إلى تل أبيب هذا خط أيضا يعني مفتوح. هناك تقارير يعني صحتها بدرجة كبيرة جدا أن هناك خطوط طيران مستمرة وأسبوعية بين تل أبيب وبين أبو ظبي ودبي، لكنها يعني لا تطلع في الشاشة ولا تطلع في المطارات. هذا مش طيران تجاري؟ لا طبعا، طيران خاص يعني. نعم طيران خاص طبعا. في كان كلام في تقرير كان مرة نشر في ميدل إيست آي حول تعاون في المجال الأمني الإلكتروني. هل سمعت بشيء من ذلك؟ في شبكات في أبو ظبي، شبكات تصنت أو مراقبة إلكترونية. نعم. كأنه برضه في حسب التقرير، حسب ما يدعي التقرير، أن هناك مساهمة من رجال أعمال إسرائيليين أو شركات إسرائيلية. هو التعاون الأمني أظن أنه شبكته واسعة وتخرج يعني تقاير شيئا فشيئا، لكن لعل من أهم ما هنالك هو الشركات الأمنية التي يعني مكلفة بحراسة المستوطنات يعني في الكيان الصهيوني، لها وجودها ولها تمثيلها ولها يعني شغلها. ولعل موضوع بلاك ووتر هو الذي أيضا دفع بهذه التقارير إلى السطح. ف يعني تبين أن جزء من المافيات أو من المرتزقة الذين يعملون في بلاك ووتر، وهم أغلبهم من كولومبيا أو من الدولة هذه التي في شمال الهند، يعني يتدربون في إسرائيل. أهم تدريب يقع لهؤلاء يتم في الكيان الصهيوني. فهذا يعني أن التعاون يعني مفتوح، لكن الرقابة المفروضة على مثل هذه التقارير لا تجعلها يعني ولو بحث الإنسان في الإنترنت باللغة الإنجليزية أو بلغات كاللغة الفرنسية لوجد التقارير أكثر مما يمكن أن يجد باللغة العربية نتيجة للقيود المفروضة عليها.